عودة الجثة الجزء الثاني. تحذير: القصة بلس 18 وممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة، وشوفها للآخر لو قلبك جامد. لما حرقت الطلاسم افتكرت إن الكابوس انتهى، بس الحقيقة اللي حصل بعدها خلاني أتأكد إن في عهد لسه عايش. الجثة اللي شرحتها رجعت تاني، بس المرة دي مش جثة. بعد يومين من الحادثة اللي حكيتها في الجزء الأول كنت نايم في بيتي الساعة 3 الفجر، جالي اتصال من إبراهيم صوته متقطع ومرعوب: دكتور، الجثة رجعت. صحيت مفزوع، لبست بسرعة ورحت المشرحة. دخلت لقيت الأمن والممرضين كلهم متجمعين حوالين التلاجة، وشهم شاحب كأنهم شافوا الموت بعينيهم. سألت أول واحد فيهم في إيه؟ قال لي التلاجة فتحت لوحدها يا دكتور ولقينا الجثة واقفة. قلت له واقفة إزاي؟ رد بصوت بيترعش: واقفة على رجليها. دخلت وقلبي بيخبط، لقيت الترابيزة فاضية وإبراهيم قاعد على الأرض بيبكي. قلت له إيه اللي حصل؟ احكي لي من الأول. قال لي أنا دخلت أطمن على التلاجات، لقيت درج الجثة مفتوح والبرد بيطلع منه دخان كأنه بيتنفس، وقبل ما اتحرك شفت حاجة بتقف جوه التلاجة. كانت هي الجثة بنفس العلامات، بنفس العيون المفتوحة. مسكت الكشاف وبدأت أدور، لقيت علامة جديدة محفورة على باب التلاجة. لسه العهد في دمي. رجعت ورا خطوة، حسيت بنفس سخن في ودني وصوت هامس بيقول: انت اللي فتحت الباب، استحمل. صرخت: مين هنا؟ رد الصوت: انت مش خلصت، انت بدأت. رجعت كاميرات المراقبة. اللي شفناه كان مرعب لدرجة ان واحد من التقنيين قعد يصرخ. الجثة طلعت من التلاجة، ما اتحركتش زي البشر، كانت بتتزحلق على الارض كأنها فوق ضباب، وقربت من المراية اللي في اخر الممر، وقفت قدامها واختفت. بس الغريب في المراية كانت لسه واقفة، يعني اللي شفناه انعكاس بس مش حقيقي، او يمكن العكس. رجعت اوضتي لقيت بابها مفتوح، وعلى المكتب كان في كيس صغير نفس شكل الطلاسم اللي حرقتها. وما صدقتش اللي شفته، كان في خرقة صغيرة ومكتوب عليها اسمي وتحتها بخط عربي غريب: المتبقي خطوة واحدة. انا كنت فاكر اني انقذت نفسي لما حرقت الطلاسم، بس دلوقتي انا بقيت جزء من العهد، والجثة لسه بتراقبني. كل مرة ببص في المراية بشوفها واقفة ورايا، ومين عارف الجزء الثالث ممكن يبقى انا اللي بيتشرح. لو وصلت لحد هنا انت مجنون زيي، انزل اعمل لايك وشارك الفيديو ده في كل مكان علشان الجزء الثالث هيخلي الرعب حقيقي. تابعني واشترك واستنى، العهد ما ماتش، قريب جدا.